أول نقطة مهمة مطلوبة مننا هي التركيز على الوعي بتاعنا اللي بيتم تزييفه وتشويهه من عقود مضت. فأهم حاجة دلوقتي الوعي الصحيح، تشكيل الوعي الصحيح، إعادة بناء الوعي الصحيح، وخاصة للأجيال اللي بتتربى دلوقتي، للنشء اللي بيتربى دلوقتي اللي هم دول فيهم الأمل. عارفين احنا وعينا بيتزيف من امتى؟ من أول ما ابتدى يطلع مصطلح كلمة عولمة والنظام العالمي الجديد ووصاية أمريكا على الشرق الأوسط والوصاية العسكرية على المنطقة كلها، ودخول الإنترنت البيت والفضائيات. كل دي الوسائل اللي وعينا اتشكل بيها، كل المحطات الفضائية الموجهة، كل الإعلام موجه على فكرة في العالم كله، ومعروف طبعا هو مع مين ومين اللي مسيطر عليه. الغرب والكيان الصهيوني والدول اللي أنشأت الكيان الصهيوني هم دول اللي مسيطرين على الميديا كلها اللي بتشكل وعينا. حتى الترفيه، حتى نوعية الدراما والمسلسلات، لو قعدنا نفتكر كده ايه نوعية الدراما والأفلام اللي كان بيتم إنتاجها في الثمانينات وفي التسعينات وبين اللي وصلنا له دلوقتي، والرسائل اللي بتوصل من خلال الحاجات دي اللي هي بتشكل وعينا من غير ما ندرى. ايه اللي المفروض نقوله ونكون مقتنعين بيه ونعلمه للولاد الصغيرين؟ احنا لسه قايلين فلسطين أرض جهاد ورباط، لازم نعلمهم مكانة فلسطين والمسجد الأقصى والقدس عند المسلمين. القضية دي قضية دينية عقائدية في المقام الأول، تخص 2 مليار مسلم موجودين على الكرة الأرضية، عايشين متوزعين في 57 دولة. وبالمناسبة في حاجة اسمها منظمة التعاون الإسلامي بتضم كل الدول الإسلامية وموجودة من سنة 69. حاولت أشوف لها أي دور الأيام دي، مع الأسف مفيش. فمشكلة الوعي دي هي أكبر مشكلة، والقضية دي قضية عقيدة، اللي مش حاسس بمسؤوليته تجاهها عنده مشكلة في العقيدة. نصر ربنا اللي وعدنا بيه مرهون بعودتنا له، مربوط بالإيمان الصادق، مربوط بصلاح العباد. إن الأرض يرثها عبادي الصالحين. هل إحنا صالحين ولا إحنا عايشين في الحياة كالأنعام أو أضلوا سبيلا؟ وهم وصلونا لكده، وصلوا كل المجتمعات العربية والمسلمة إلى إنها ما عندهاش قيم أو متخبطة في القيم بتاعتها، فقدت هويتها، فقدت دينها، فقدت الثوابت. عشان كده قضية فلسطين قضية خلافية حتى بينا وبين بعض، حتى في مجتمعنا احنا وفي شعبنا احنا وصلوها انها تبقى قضية خلافية. فلسطين قضية دين وعقيدة، ده في المقام الأول. وبعد كده إنسانية، احنا بنقول إنسانية عشان يعني يلي ما عندكش ملة يا رب يكون عندك حتى إنسانية. راجعوا معرفتكم وراجعوها مع ولادكم وعلموهم قيمة إن المسجد الأقصى أول القبلتين وثالث الحرمين، وإن أرض فلسطين ربنا جعلها سكنا للأنبياء كلهم. سيدنا إبراهيم هاجر إلى فلسطين، لوط وداود وسيدنا سليمان حكم العالم من فلسطين، سيدنا موسى أمر قومه بدخول الأرض المقدسة المطهرة من الشرك فلسطين. ده غير المعجزات اللي حصلت فيها. ولادة سيدنا عيسى كانت في فلسطين. محراب سيدنا زكريا اللي دعا فيه كان في فلسطين. رفع منها سيدنا عيسى لما اليهود قرروا يقتلوه كعادتهم مع كل الأنبياء. هي أرض المحشر اللي هيخرج منها المهدي المنتظر، وهي الأرض اللي هينتهي عليها المسيح الدجال وقوم يأجوج ومأجوج. علموا الولاد إن المسجد الأقصى لا يقل أهمية عند المسلمين عن الحرمين، عن الكعبة والمسجد النبوي. المسجد الأقصى قعد 13 سنة قبلة المسلمين. المسجد الأقصى هو المكان اللي ربنا اختاره عشان يبتدي رحلة الإسراء بالرسول عليه الصلاة والسلام، وهو المكان اللي التقى فيه بكل الأنبياء وصلى بيهم.
علموهم إن المسجد الأقصى مش هو قبة الصخرة اللي بيصدروها على طول في الميديا إن هو ده المسجد الأقصى. المسجد الأقصى مساحته 144 ألف متر، بيسع 500,000 مصلي، وفيه أكتر من 200 معلم فوق الأرض وتحتها. الوعي السليم ثم الوعي السليم ثم الوعي السليم. صحيح عارفين إن فلسطين أرض رباط وجهاد وأرض المعجزات وسكن الأنبياء، ومصر بلدنا دولة كبيرة ومهد الحضارات وأرض الأديان برضو، لكن ربنا قال وأعدوا لهم العدة. إيه هي العدة؟ قبل ما تكون عدة عسكرية، العدة دي علم، معرفة، اقتصاد قوي، عقيدة قوية، دين، مبادئ، ضمير. هل احنا كده؟ هل احنا عندنا الحاجات دي؟ لما يبقى عندنا الحاجات دي ويبقى أغلبنا عنده الحاجات دي، هنبقى مهيئين ساعتها إن احنا نكون سبب في النصر. لو ما حضرناهوش، جيل بتاعنا ما حضروش، يعني أكيد ربنا مش هيعاقبنا على كده، بس هيحاسبنا لو ما عملناش اللي علينا وحاولنا حتى نكون السبب في النصر ده، حاولنا حتى نعمل اللي علينا. احنا مش أولي أمر، احنا سبب مضايقتنا وألمنا إن احنا عاجزين، إن احنا حاسين بالعجز، إن احنا مش قادرين نعمل حاجة. فاللي أنا عمالة بقوله ده هي دي الحاجات اللي نقدر عليها، هي دي الحاجات اللي احنا نقدر نعملها ونقدر نغيرها عشان يوما ما نكون سبب في النصر. وأكيد أنا موضع اهتمامي هو إحنا كأفراد مجتمعات عربية مسلمة أو غير مسلمة، مسلمة بالأخص، بس أنا بقصد المجتمع الإنساني عموما، الأفراد، الشعوب. مش موضع اهتمامي خالص أتكلم على موقف الحكومات أو الحكام، لأن موقف حكومات وحكام العرب هو واضح بما لا يدع مجالا للشك، فهو التاريخ كفيل بيهم. هو صحيح الواقع بيتزيف والتاريخ بيتزيف، ولكن في حاجات أوضح من إنها تتزيف، لأنها خلاص بقت بتتسجل لايف دلوقتي، ما ينفعش تتزيف. ومحدش يقولي لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، محدش جاب سيرة الحروب ولا التهلكة. السياسات الخارجية بتاعت الدول الكبيرة اللي اقتصادها قوي عندها أدوات كتير قوي اقتصادية ودبلوماسية تقدر تضغط بيها، لم يتم حتى التلويح باستخدامها، كما لو كان القضية مش قضيتهم خالص وهم بعيد تماما عن الموضوع. لكن الواقع إن هم مش بعيد خالص، ولا جغرافيا ولا واقعيا، هم مش بعيد، وهم جزء من خريطة إسرائيل الكبرى اللي هي عايزة تحققها. والمواقف اللي أخدوها دلوقتي مع الأسف هيدفعوا ثمنها غالي جدا. عموما عشان ما نخرجش من موضوعنا وموضوع اهتمامنا، هنكمل في الفيديو اللي جاي ايه اللي مطلوب مننا بعد الاهتمام بالوعي.